السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل مع حضراتكم صينية البطاطس الجميلة ديت لزوم الصيام، ني كده يا جماعة. حاجة كده تبقى مريحة في وقت الصيام. أتمنى إن الفيديو النهاردة يا حبايب قلبي يعجبكم. طبعا هنعمل مع صينية البطاطس ديت الرز المعمر الجميل. وانا يا حبايب قلبي برضو كده العصاير الجميلة بتاعتنا كده. اتمنى ان الفيديو النهاردة يا حبايبي يعجبكم. اول حاجة هنبدأ بها يا جماعة، قبل ما افتح الكاميرا انا غاسلة اللي معانا وركان 2 من البط. غسلتهم غسيل جيد وحطيتهم في محلول النقع ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ عن لترين مية وربع كوباية سكر، ربع كوباية ملح، هندوب الملح والسكر في المية، وليمونتين 2 عصرناهم، وورق لوري وحبوب كزبرة حصى وحبوب فلفل حصى. طبعا محلول النقع ده بيخلي الطيور بتاعتنا ما يبقاش فيها اي زفارة. طبعا احنا عارفين ان البط اكتر حاجة بيبقى فيه نسبة زفار، فاحنا بنتخلص منه بمحلول النقع. نقعته يا جماعة في المية ديت حوالي 2.5 أو 3 ساعات. اتخلصنا من المية دي يا جماعة نبدأ ان احنا نغسله بقى ايه تحت الحنفية كده. اهم حاجة في البط يا جماعة او في الطيور عامة مرحلة الغسيل، نغسل غسيل جيد. هتلاقي الحاجة بتاعتك تبقى جميلة مفيش فيها نسبة زفارة، هتلاقي الشوربة رايقة معاكي وحاجة كده ايه تحفة. هنشيل برضو يا جماعة القطعة اللي بتبقى في قلب بين الأوراق ديت، لأن برضو دي اللي بتسبب نسبة الزفارة، اللي الناس طبعا بيقولوا عليها كبدة بين دي يا جماعة. لا ديت بتسبب نسبة زفارة، بنتخلص منها برضو عشان ما نخليش أي زفارة للشوربة بتاعتنا أو للحاجة اللي احنا عاملينها. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وحشتوني كتير، بقالي فترة كبيرة ما عملتش معاكم فيديوهات. أتمنى إن أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم النهاردة، وكل سنة وانتوا طيبين. غسلنا يا حبايب قلبي الورق بتاعتنا حلو كده، جبنا الوك بتاعنا طبعا سخناه، نزلنا بقطعتين من الدهن كده، هنسيحهم عشان ندي صدمة للورق بتاعتنا في الدهن ده. معانا دلوقتي يا جماعة الخضار ده جزراية، قرن فلفل، بصلاية، بنقطعهم مكعبات كده ونشوحهم مع حتة الدهن. طبعا دي افضل حاجة تشوحي فيها البط، لانها بصراحة بتزيدلك من جمال البط وبتزود القيمة الغذائية للشوربة بتاعتنا. هنخلي كده بعد ما شوحناهم شوية وننزل بالورق بتاعتنا عشان نديها صدمة في الوك بتاعنا كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد ما بننزل بيهم كده يا جماعة بنبدأ ان احنا نرش رشة فلفل اسمر، واحنا كده مستمرين برضو في التشويح. نقلب على اليمة التانية وبرضو نرش رشة فلفل برضو. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. سامحوني يا جماعة لأن عندي دور برد، وادعولي بالشفاء، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين يا رب العالمين. كده يا جماعة مستمرين في التشويح، كنت غطيت عليها برضو ما شاء الله. من وقت للتاني كده بنبدأ نكشف. شوفوا يا جماعة احنا عايزين الحاجة اللي معانا تاخد الحمر ده، نوصل للدرجة اللي احنا شايفينها دي يا جماعة، لأن مرحلة التشويح بتقضي على باقي الزفارة اللي موجودة، وخصوصا في البط يا جماعة. طبعا أنا عملت النهاردة كده يا جماعة فخدتين كده من البط، لأن عندنا في حد ما بياكلش البط خالص، فهنعمل له بقى بانيه أو أي حاجة. بنزود بعد التشويحة كده يا جماعة بنزود مية، بس نراعي ان احنا نزود مية مغلية مش مية من الحنفية، عشان الشوربة تغلي معانا بسرعة كده وتبدأ انها تقلب معانا كده. ما نحطش مية باردة يا جماعة. معانا مكون بيساعد في مرحلة التسوية، هنشوف ايه المكون اللي احنا هنستعمله ده.
شوفوا الشوربة يا جماعة، شكل الشوربة الرايق ده بيبقى راجع لان الحاجة اتغسلت غسيل جيد، بتديك الشوربة الرايقة الجميلة دي. معانا بقى يا حبايب قلب المكون اللي انا قلت عليه. هنجيب نص معلقة صغيرة من اللي هي معلقة الشاي، هنجيب نصها سكر او اقل من نصها يا حبايبي، حاجة بسيطة جدا. طبعا مش هتظهر طعمها في الشوربة. ليه بنحط السكر ده؟ بنحطه في الشوربة علشان يسرع من عملية التسوية، بيسويلك البط، حتى لو البط كبير بيستوي معاكي بسرعة. وما نكترش، يعني نص معلقة صغيرة كده أو أقل من نص المعلقة. أنا بقلب دلوقتي عشان أدوب شوية السكر. طبعا في المرحلة دي يا جماعة احنا محطناش ملح خالص. شفتوا يا جماعة الدهن اللي أنا متخلصة منه من الوركين؟ طبعا احنا عايزين بحكم إن احنا صايمين يكون الأكل بتاعنا صحي، ما يبقاش فيه نسبة دهون كتير عشان ما نتعبش. فشلنا الدهون الزايدة. دلوقتي يا جماعة قلت على ما الوراك بتاعتنا تستوي نعمل صينية البطاطس الجميلة الهادية اللي هي ني في ني دي. جبنا البطاطس بتاعتنا قشرناها، غسلناها غسيل جيد، نبدأ ان احنا نعملها طرنشات بالطريقة دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قطعنا البطاطس بتاعتنا كلها يا حبايبي، غسلناها مرة واتنين برضو وشطفناها كده. نبدأ نجيب الصينية بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها ونرص البطاطس بتاعتنا الحلقات جنب بعضها بالطريقة اللي حضراتكم شايفين. معانا برضو بصلتين اتنين يا جماعة كبار، برضو عملناهم طرنشات هنرصهم برضو فوق البطاطس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما ننساش إخواتنا يا حبايبي في فلسطين، دايما ندعي لهم قبل المغرب في ساعة الاستجابة، قبل المغرب بنص ساعة نقعد كده وندعي لهم، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب ويثبتهم، اللهم آمين يا رب العالمين. رصينا طرنشات البصل كده فوق البطاطس يا حبايبي. لقيت بصلاية صغيرة كده ما كنتش قطعتها فبقطعها. صينية البطاطس دي بقى يا حبايب قلبي ني في ني كده، حاجة باردة تاكلي منها في الصيام ما تتعبيش. مش متسبكة، ما عليهاش دهون كتير. لازم نراعي ان احنا في وقت الصيام. اللي انا حطيته ده يا حبايبي قيمة 3 فصوص توم بس، ما نكترش، حاجة بس تخلينا الصينية كده ريحتها حلوة. معانا قرنين فلفل برضو يا حبايبي رومي بارد، نبدأ ان احنا نغسلهم ونعملهم برضو طرنشات كده ونرصهم فوق البصل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نتكلم عن التوابل بتاعتنا. معانا كمون وفلفل والسبع بهارات وجنزبيل وقرفة ومعلقة ملح. من كل حاجة من التوابل نص معلقة ومعلقة ملح كبيرة. نبدأ نقلب التوابل بتاعتنا. احنا هناخد التوابل بتاعتنا دي على مرحلتين يا جماعة. هناخد نص كمية التوابل نرشها على الخضار بتاعنا كده، نرش في كل مكان كده عشان نحيق الخضار بتاعنا ما يبقاش عادب معانا. اقول لكم يا جماعة الطريقة دي لو اتبعتوها تاكلوا احلى صينية بطاطس هادية في الصيام وجميلة جدا. خدنا نص التوابل كده يا حبايبي. معانا الطماطم بتاعتنا ضاربينها في الخلاط. طبعا اللي محمرها كده ان احنا حطينا قطعة بنجر صغيرة قطعناها كده وضربناها مع الطماطم في الخلاط، بتعلي القيمة الغذائية بتاعة الأكلة بتاعتنا. ومن ناحية تانية بتدي حمار الصينية بتاعتنا كده، يبقى الحمار بتاعها قادح كده. نبدأ نوزع الطماطم بتاعتنا على وش الصينية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وزعنا كده يا جماعة
الطماطم على وش الخضار بتاعنا كله بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها. ما شاء الله تبارك الرحمن. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فاصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بقت كمية التوابل اهي يا حبايبي، نص الكمية هنحطها فوق الطماطم. طبعا احنا بنتبع الخطوات ديت عشان الطماطم بتاعتنا ما تبقاش عادبة، الخضار بتاعنا من تحت ما يبقاش عادب، تبقى الايه الصينية بتاعتنا نراعي ان احنا مش هنقلب الصينية يا جماعة غير تقليبة خفيفة. فعشان كده بحط الحطق بتاعها اول باول كده اهي. تقليبة بسيطة كده يا جماعة بحيث ان اللي احنا رصينه يبقى واخد وضعه. ايدنا على الصينية البوتاجاز اهي يا حبايبي، نقلب فيها تقليبة بسيطة كده زي ما حضراتكم شايفين. جينا بقى دلوقتي يا جماعة نشوف الوراك بتاعتنا استوت. احنا عايزين نسوي الوراك بنسبة 75%. شوفوا يا جماعة بوريكم الشوربة رايقة ازاي، دي دليل ان الطيور بتاعتنا مغسولة غسيل جيد. غسلة الحاجة بتاعتك حلو هتلاقي الشوربة رايقة ملهاش ريحة زفارة، تبقى جميلة كده. هنبدأ ناخد بقى ايه شوية شوربة كده، نزود صينية البطاطس بتاعتنا بالشوربة عشان يبقى طعمها جميل وريحتها جميل. طبعا في المرحلة دي مش هنزود مية، معانا الشوربة هي. ناخد بقى ايه شوية من البهارز اللي على الوش كده للصينية. طبعا يا جماعة انا عاملة كمية لحوم بسيطة لان عندي في حد ما بياكلش البط، فهنعمله طبعا بانيه. فاحنا بنعمل بعدد افراد الاسرة بتاعتنا، اسرتنا بسيطة كده 3 افراد. هتبدأ الصينية تغلي معانا يا حبايبي، غطينا عليها سيبناها بقت كانت بتغلي شوية اهي. نبدأ برضو ان احنا نقلب تقليبة من غير ما نقلب البطاطس يا جماعة في بعضها، تقليبة بسيطة كده بالمعلقة. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. القرن الفلفل اللي بنحطه ده يا جماعة بيدي برضو تيست عالي كده للصينية للوصفة بتاعتنا، ويخلي لك ريحة البطاطس جميلة جدا. هنبدأ ان احنا ناخد اللي وراك كده يا جماعة نحطها على وش الصينية. نبدأ ان احنا برضو نحط على وشها كده شوية صلصة. طبعا الوراك يا حبايبي استوت معنا دلوقتي بنسبة 75% أو 80% كمان. الكمية اللي باقية هتاخدها بقى معانا في الفرن مع سوى البطاطس. نخلي مكان كده وننزلها لتحت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هندخلها بقى الفرن يا حبايب قلبي. بس الأول أن لاحظوا يا جماعة إن أنا ما كنتش حطيت دهون خالص في المرحلة دي. معانا زبدة بقر كنا مسيحينها يا جماعة، نبدأ نجيب منها كده قيمة معلقتين كده ونوزعهم على وش الصينية بتاعتنا، ونحط طبعا برضو على اللي وراك كده بحيث ان احنا انها تبقى تتحمر معانا برضو هي في الفرن. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بندهن الوراك كده يا حبايبي. ونوزع برضو السمنة في كل مكان. دخلناها الفرن يا حبايبي وكده بعد ما استوت معانا ده الشكل النهائي لصينية البطاطس بتاعتنا بوراك البط. اتمنى انها تعجبكم. اللي يعجبه الفيديو يا حبايبي ووصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك، واللي اول مره يشوف قناتي فضلا ليس امرا يعمل اشتراك. شوفوا البطاطس يا جماعه بسم الله ما شاء الله مستويه معانا، وطرنشات البصل برضه اهيت
حاجة كده يا جماعة تحفة، أكلة هادية ما تتعبش في الصيام، ما نسبكش حاجة يا جماعة، نراعي إن الصيام غير الأيام العادية. أتمنى أن أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم يا حبايبي، والفيديو النهاردة يعجبكم. معانا الرز المعمر اهو يا حبايبي، والعصير بتاعنا. اتفضلوا بقى افطروا معانا. طبعا في الوقت ده كنا بنحمر البانيه عشان عندي ابني ما بياكلش بط. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.